السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل يمني أو لكل من في الداخل أو في الخارج ويتكلمون على لماذا يقصف اليمن وسوف يتم جعل اليمن تحت السلطة السعودية أو دول الخليج. حرب السعودية أو دول الخليج أو دول العشر على اليمن ليست مجرد حرب على اليمن، وإنما حرب لنصرة الإسلام. إذا ذهبتم وبحثتم عن الحوثيين ومعتقداتهم تشيب لها الرأس، فلا تفكروا فيها أن هي ربما سيطرة على اليمن، ولكن للقضاء على الحوثيين ومعتقداتهم التي بدأوا ينشروها بين أبناء اليمن، وهذا شيء خطير. فوطني فداء للإسلام وفداء لرفع كلمة وراية الإسلام. الحوثيون زعيمهم بدر الدين الحوثي يقول أن كل المصائب التي حدثت إلى الآن بسبب عمر بن الخطاب. عمر الذي إذا سلك طريق سلك الشيطان طريق آخر. عمر أعدل رجل بالعالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وأيضا مفتيهم الذي قتل في الانفجارات الأخيرة في المسجد، أعتقد الحبتوري أو لا أدري ما اسمه، يقول على النبي أنه عاق لوالديه، وأجا وبرر موقفه أنه قال هذه الكلمة جواز تعبيري. بأي حق أن تقول على النبي عاق لوالديه؟ حتى وإن كانت من باب الدعابة أو من باب الغلط عليك أن تعتذر، ولكن فسر الغلط بغلط أقبح من الغلط الأول، عذر أقبح من ذنب. فهذه الفئة الباغية مرتدة عن الإسلام، لأن معتقداتهم لا يخافون الله ورسوله، وتعدون على صحابة النبي، وتعدون عن الدين، ويسبون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ترضون هذا الشيء؟ لمن يقول لماذا يقصفون اليمن؟ لكي ينزعوا هذا السرطان الخطير من اليمن، لأن إيران تفشت في كل مكان وأصبح مرضا خطير، واليمن هي مقبرة الفتن، واليمن هي مرجع للناس إذا حصلت بينهم فتنة، فيجب حماية اليمن، لأن اليمن هي المدد، مدد الإسلام. فلهذا قامت دول الخليج لأنها تعلم إذا سقطت اليمن سقطت الدول العربية كلها وانتهى الإسلام. فتحوا عقولكم، لا تفكروا بأنفسكم أو بصوات القصف أو بوطني، فكر بدينك بإسلامك الذي تبقى لنا منه. لقد ضيعنا من الإسلام كل شيء إلا الصلاة، ما زلنا محافظين عليها، وسوف نضيعها على يد هذول المجوس. وتأتي وتقول لي القصف الغادر دعوهم يخلصوا الشر، أن هذول الناس من الشر. هذول سرطان خطير أخطر من اليهود.